أنا عايزة أقول هنا، مش عايزة أتكلم عن الصحة البدنية ولكن أكتر منها الصحة النفسية. إنه العلاقة يا جماعة لما نكون بنحب حد، لازم تكون علاقة مريحة نفسيًا. يعني ما ينفعش أبقى أنا شايف إن أنا مُغرم بشخص ما وبادّي له كل طاقتي، ومن الطاقة هنا أنا عايزة أقول اللي هي الطاقة هنا هي صحتنا البدنية وصحتنا النفسية. فأنا بادّي في العلاقة دي من صحتي النفسية، وبعدين يبقى المردود بتاعها حاجة سامة مثلًا، أو مُحبطة أو هدّامة، وأنا برضه مستمر في إن أنا أغرم صحتي، في علاقة الغرام اللي إحنا بنسميها كده. آمم يعني دايمًا أبقى عمّال أستخدم طاقتي، وأنا معطاء جدًا في العطاء في العلاقة دي، بس at the same time اللي بيرجع لي منها دايمًا ردود مُحبطة. آمم دايمًا حاجات بتخلّيني أحس إن ثقتي بنفسي اتهزّت، إن أنا مثلًا مش قد الشخص ده، مهما عملت أنا مش عارف أكفّيه، أنا مش عارف أرضيه. مهما ادّيته من تفكيري واهتمامي، هو شايف إن ده مش كفاية. آمم فالمردود بتاع العلاقة دي بييجي لي بقى بإحباط، يعني ويبتدي بقى يأثّر على علاقاتي بالأشخاص التانيين اللي في حياتي، ويبتدي يأثّر على شغلي، ويخلّيني أبقى شخص عايزة أقول بابقى overthinker، يعني اللي هو أنا بافكّر بزيادة في كل حاجة. ولمّا بابتدي يعني بُصّوا يا جماعة الoverthinking هو بداية مشاكل نفسية كتيرة جدًا، جدًا. فإن أنا أقعد أفكّر بزيادة عشان إزاي أرضي الشخص ده، أنت هنا بتستهلك طاقتك. يعني again عايزة أستخدم الكلمة، أنت بتغرم طاقتك، مش أنت مُغرم بقى بالشخص ده. فأنت غرمان هنا بقى، غرمان إيه؟ الطاقة، والطاقة هي الصحة، وهي مورد مهم جدًا من الموارد اللي ربنا ادّاها لنا. فلازم نحافظ عليها ونستخدمها again بطريقة راشدة. لمّا تعرف إن أنت في علاقة بتحط فيها صحتك النفسية، وبعدين المردود بتاعها بيرجع لك بالإحباط وبالكآبة وبالأوفر ثينكينج وزيادة التفكير، واهتزاز ثقتك بنفسك. لما يرجع عليك بكل الموضوع ده، وإن انت تبقى تنس وستريسد طول الوقت، حاسس ان انت متنشن كده وبتتعصب من اقل حاجة. لا، انا هنا لازم ابتدي انتبه، اعرف ان انا صحتي النفسية بتتأذى من الغرام ده. فلازم أقف واقفة مع نفسي وأعرف أنا هاروح فين في العلاقة دي بعد كده.